بسم الله الرحمن الرحيم. بمعية مجموعة من المتدخلين المحليين والإقليميين التأمت بجمعية طنطا للتنمية الذاتية والاجتماعية لذوي الإعاقة طاولة مستديرة كان موضوعها إدراج بعد الإعاقة في برنامج عمل الجماعات. موضوع يستحق النقاش، موضوع ذو راهنية. جميع المتدخلين أكدوا على أن دور الجماعات الترابية مهم في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. النقاش كان متميز بحضور ثلة من المتدخلين المحليين. أولا نهدف من خلاله إلى توحيد الرؤى بالنسبة للمتدخلين المحليين، وإعداد واحد التصور اللي هو أو مخطط إقليمي تشاركي لهذه الفئة هذه من أجل إدماجهم على أرض الواقع. وهذه مناسبة اليوم نحيي فيها ونهنئ جميع الأشخاص في وضع إعاقة عبر العالم بعيدهم الأممي، ونحيي بنفس الحرارة أسرهم وأولياء أمورهم الذين اليوم يتكبدون الأمور إكراهات كبيرة من أجل إدماج أطفالهم. نحيي كذلك جميع العاملين بمراكز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على صعيد إقليم طنطان. واليوم نقول بأن مدينة طنطان تتوفر اليوم على 6 مراكز تشتغل في مجال التمدرس، لها عمل جبار تقوم به. فقط بغينا مقاربة تشاركية نشتغل عليها بمعية جميع المتدخلين الإقليميين. وشكرا.